حبايبي ادي ب3 كيلو دقيق عملنا كمية العيش اللي انتوا شايفينها دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. زي ما انتوا شايفين الله اكبر، العيش طالع زي الورد قدامكم اهو. ادي دول من 3 كيلو دقيق. تمام. ادي نظافة العيش البيتي، شايفين من جوه عامل ازاي وبصوا طري ازاي. دي نظافة العيش البيتي من 3 كيلو دقيق. هو ده العيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في سر وصفة ماما. إن شاء الله اللي ما بتعرفش تعمل العيش المصري هتبقى شاطرة فيه خالص، وإمكانيات بسيطة جدا، وإن شاء الله بإذن الله هتكوني شطورة قوي في العيش المصري. بس ما تنسوش تفرحوني بلايكاتكم وتعليقاتكم، وتشاركوا في قناة سر وصفة ماما بإذن الله عشان تدعموني ونوصل لأكبر عدد من المتابعين. ويلا بينا هقول لكم أنا هبدأ ب3 كيلو دقيق. تمام. وادي 2.5 معلقة من الخميرة الفورية بنفس المعلقة اللي انتوا شايفينها دي. تمام. وهاخد كوباية من الدقيق هحطها على الخميرة وكوباية مية عشان انا عايزة افعل الخميرة وتسرع معايا التخمير. وهحط ذرة ملح. تمام. وهحط المية طبعا ان شاء الله هقول لكم هي هياخد قد ايه مني مية. تمام. بس في المية يعني كل دي بيختلف عن التاني، خليكم معايا حبايبي. زي ما انتوا شايفين انا قلت لكم ان انا هاخد كوبايه الدقيق مع الخميره مع الميه، وحطيتهم اهو عشان بفعل الخميره واخليها تسرع معايا الخبز. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا هكسرها بالميه. تمام. عشان اصبها ايه بقى، هصبها على الدقيق وابتدي ايه اعجن. تمام. بسم الله. هصبها وابتدي اعجن زي ما انتوا شايفين كده معايا. بسم الله. هنبتدي ايه نعجن حبايبي. زي ما انتوا شايفين كده ادينا بنعجن. تمام. هو معلش العجين بياخد وقت حبه بسيطه بس عشان يطلع معاكي العيش زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. وانا هوريكم بعد ما اخلص العجن هوريكم السمك اللي احنا عايزين نوصل له عشان يطلع معانا العيش طري وجميل. طيب زي ما انتوا شايفين احنا كده خلاص خلصنا العجن. زي ما انتوا شايفين كده، شايفين هو ده اللي انا عايزاه كده العجينه. تمام. شايفين عامله زي اللبانه كده. تمام. كده هبتدي ايه اسيبها تختمر وبعد كده ارجع لكم تاني. طيب زي ما انتوا شايفين كده ادي العجين انا سايباه بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه، سايباه بيختمر. زي ما انتوا شايفين البقاليل كده اللي طالعه ده ايه بيبتدي يختمر، وهغطي عليه. وعقبال ما يختمر احنا بنعمل ايه، بنبتدي نعمل الرده على المقارص. تمام. اهم حاجه انا عايزه افرد الرده على المقرص يكون شبعان رده. ليه؟ عشان العجين ما يلزقش عليه. تمام. وعشان ما اضيع لكمش وقتكم فانا هكمل الباقي وايه خليكم معايا حبايبي. زي ما انتوا شايفين خلاص العجين اختمر الله اكبر عليه، وهنبتدي نقرص العجين زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله. خليكم معايا. تمام. انا بقرصه على دقيق، تمام. في ناس تاني بتقرصوا على زيت، لا انا هقول لكم انا بقرصه ليه على دقيق. خليكم معايا زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهو. وكده حطيته على المقرص زي ما انتوا شايفينه بالشكل ده اهو، وهقرصهم كلهم بنفس الطريقه وهرجع لكم حبايبي. زي ما انتوا شايفين قرصت العجين على المقرص بالمنظر ده. تمام. وهقول لكم دلوقتي انا ليه فردته بدقيق. تمام. زي ما انتوا شايفين طبعا خلاص كلنا ايدينا وجعانه، ومش في ناس ما بتعرفش ترح وفي ناس ايديها وجعاها، فانا هوريكم طريقه جديده وهيطلع معاكي احلى عيش مصري زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام. انا برش دقيق وما تقلقوش خالص من الدقيق اللي بيترش نهائي، انا بس بساوي يا دوبك حاجه بسيطه. وبعد كده معايا المردانه القروبه دي. تمام. هي دي اللي نفعني في كل حاجه زي ما انتوا شايفينها كده. تمام. هبتدي افرد بيها حاجه بسيطه زي ما انتوا شايفين، ما تقلقوش خالص من الدقيق. تمام. زي ما انتوا شايفين كده معايا انا ببتدي افرد العجين
على المقرص اللي فيه الردة زي ما انتوا شايفين معايا كده، ولا رح ولا تعب ولا اي حاجة. واحلى كمان من اللي بيطرح، يعني اللي ايديها وجعاها هتقدر ايه تعمل احلى عيش مصري زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهو، عشان ما فيش حد يقول اصلا انا مش بعرف ارح. لا يا ست الكل، حتى لو ما بتعرفيش ترحي، مع قناة سر وصفة ماما هتعملي العيش المصري من غير رح. زي ما انتوا شايفين اديني انا فردته على المقرص من غير اي رح، وبحطه يخمر وهرجع لكم تاني، خليكم معايا حبايبي. وزي ما انتوا شايفين بعد ما ارتاح العيش شويه على المقرص، زي ما انتوا شايفين بعد ما فردناه وارتاح، تمام. بصوا انا بعمله ازاي عشان انزله على المطرحه. تمام، خليكم معايا. شايفين انا بنزله ازاي؟ مش محتاجه اي حد يكون صنعه، لا اي حد هيعملها زي ما انتوا شايفين كده معايا. تمام اهو، بهز بس المطرحه انزل الرده اللي عليها. لو تعرفي تفرديه حبه خير، ما تعرفيش زي الفل. هو كده هنبتدي نرميه في الفرن. خليكم معايا زي ما انتوا شايفين كده. بس انا هعمل ايه بقى دلوقتي عشان الدقيق اللي احنا حطيناه وعشان يطلع وشه محمر؟ هديله بخه ميه بسيطه حبايبي. وزي ما انتوا شايفين كده انا اديت له بخه بسيطه، بالبخاخه بسيطه خالص، عشان الدقيق وعشان يطلع وشه محمر معانا. واديني قدامكم هحطه في الفرن. تمام، خليكم معايا. بسم الله. حطيته ادينه في الفرن وهقفل عليه واكمل الباقي، وخليكم معايا حبايبي. زي ما انتوا شايفين العيش في الفرن اهو. الله اكبر، اللهم صل على النبي عليه. تمام، زي ما انتوا شايفينه اهو. تمام، ادي كده قدامكم الحمد لله كل حاجه لحظه بلحظه. انا سايباه اهو في الفرن يحمر. تمام، ادي شكل العيش اهو. واديني بس هيحمر وشه حبه وهطلعه بألف مليون هنا والشفا. خليكم معايا لحد ما اطلع لكم العيش حبايبي. والحمد لله ادي اول رصه في الفرن 4 ترغفه. وزي ما انتوا شايفين طالع الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. شايفين شكله؟ والله يتاكل حاف. زي ما انتوا شايفين اهو، بالهنا والشفا، 1000 مليون هنا والشفا على اللي ياكل. زي ما انتوا شايفين والله العيش من حلاوته يتاكل حاف، و1000 مليون هنا والشفا. وما تنسوش تدعموني وتبعتوا لي تعليقاتكم واي حاجه ان شاء الله تحتاجوها، انا تحت امركم. واهم حاجه ما تبخلوش عليا ان انتوا تشيروا الفيديو ويوصل لاكبر عدد من المتابعين وتدعموني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.